Eddie, the time has come. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن فيلم فينوم ذا لاست دانس او فينوم 3. الفيلم كامل احداث الجزئين اللي فاتوا. ايدي وفينوم بيهربوا من الحكومه عايزه توصلهم بسبب احداث الفيلمين اللي فاتوا، ودلوقتي في كائن جديد اللي هو نول، ده كانه ملك في كوكب فينوم الاصلي، بس هو دلوقتي في الاسر وبيعرف ان فينوم في كوكب الارض، وبيبعت الجنود بتوعه الين هانترز عشان خاطر يوصلوا لفينوم، لان فينوم عنده حاجه اسمها الكودكس دي لو نول قدر يوصل لها هيقدر يتحرر من الحبس اللي هو فيه وينفذ خطته ان هو يغزو كوكب الارض. انا شخصيا ما بكرهش فيلمين فينوم، بالنسبه لي هي افلام الكورن الخفيفه الشغاله، يعني هي افلام متوسطه تخش تتفرج عليه مره هتنبسط فيه في المره دي، بس مش هتحس انت عايز تشوفه تاني. والفيلم ده يعني انا بالنسبه لي اللي هو اكسبكتد مور اوف ذا سيم، ولحد كبير هو ده اللي حصل. هو الفيلم ده هو مور اوف ذا سيم بس بشكل احسن شويه. القصه كانت مسليه اكتر، اللقطات اللي بتحاول تكون فيها ايموشنز كانت بتكون مؤثره بشكل حلو. الشخصيات هنا كانت مثيره للاهتمام اكتر بكتير من الفيلمين اللي فاتوا. عندك مثلا شخصيه جونو تيمبل اللي هي في الفيلم ده فكرتني قوي بشخصيه رزق احمد في الجزء الاول، بس تقدر تقول نسخه طيبه شويه منه وفي نفس الوقت مكتوبه بشكل احسن. وعندك برضو شيوتيل ايجيفور او اللي هو الراجل ده، مش عارف الاسامي الغريبه دي، بس هو يعني الراجل ده برضو دوره ممكن يكون طالع دور كليشيه قوي، يعني كان ممكن يطلع كليشيه بس هو الدور كان معمول بشكل كويس. طبعا جزء منه من التمثيل بس الشخصيه نفسها كويسه. طبعا ما تفهمنيش غلط، هو يعني مش بقولك ان انت هنا عندك كاركتر ديفلوبمنت قوي وان دي الاشخاص اللي انت هتحبهم وتفهمهم والكلام ده كله، بس عارف يعني هم اشخاص كويسه بالنسبه لفينوم، بالنسبه للكاركترز اللي بتطلع في سلسله فينوم، لان الفكره ان الشخصيتين دول بالذات هم دول اصلا اللي بيحركوا الاحداث، ونوعا ما دول شبه المسؤولين عن المورال ديليما اللي بتحصل في نص الفيلم او الصراع الاخلاقي، او برضه يعني بلاش نأفور ونقول صراع اخلاقي والكلام الكبير ده على قصه فينوم، بس يعني دول اللي بيشكلوا القصه نوعا ما. طبعا انت كده داخل فينوم عشان توم هاردي وديناميك ما بين ايدي بروك وفينوم، وطبعا هو ده الموجود وستيل ده احسن حاجه في كل الافلام دي. بس الفكره ان ده اول فيلم الفينوم افتكر فيه اي شخصيات تانية حتى لو بشكل بسيط بجانب توم هاردي، فده مساعد الفيلم ده يكون اقل فيلم ملل في السلسله كلها. برضه من الحاجات اللي اتطورت على الفيلم اللي فاتوا كانت الفيجوالز والسي جي اي، الافكتات عموما كانت معموله بشكل احسن بكتير. الاكشن كان لذيذ جدا، والفيلم يمكن يكون فيه اكتر مشاهد اكشن في السلسله. والمبهر شويه في الموضوع ده ان مخرجه الفيلم ده كيلي مارسيل اللي هي برضه شاركت في كتابه الفيلم ده، وكان برضه شاركت في كتابه الفيلمين اللي فاتوا. دي اول عمليه اخراج ليه، اول مره تخرج فيلم، فكان كويس بالنسبه لاول مخرج. يعني الفيلم ده طلع فيه اكشن احلى من الفيلم اللي فاتوا، كان مسلي اكتر من الفيلم اللي فاتوا، على ايد مخرجه كانت اول مخرجه، عكس الفيلمين اللي فاتوا كانوا الناس ليهم اعمال قبل كده. برضه انا مش عايز الموضوع يوسع قوي تفهموا ان انتوا هتشوفوا حاجه ما شفتوهاش قبل كده، لا، هو ده فيلم فينوم بنفس طريقه فينوم، يعني بنفس مستوى افلام فينوم. يعني عارف لو ما عجبكش الفيلمين اللي فاتوا فالفيلم ده مش ده اللي هيحببك في السلسله مثلا، بس تحس هم هنا ظبطوا التون اكتر بتاع الفيلم او ظبطوا الحبكه اكتر شويه. يعني مثلا لو الفيلم الاول كان بيحاول شويه ان هو يحكي قصه وتحس عشان مفيش وقت كافي، فتلاقي الفيلم كانه كان بيعافر لحد ما فينوم يوصل، واول ما فينوم يبدا يظهر تعمل مشهد الاكشن كده هتلاقي فجاه القصه بتخش على النهايه مع بعض اللقطات الكوميديه. والفيلم الثاني يبدا يركز اكتر على الحاجات اللي عجبت الناس قوي في الجزء الاول زي الديناميكا بين ايدي وفينوم، ويرمي القصه خالص ويقلب فيلم كوميدي فعلا، يعني ينسى القصه خالص. هو ما كانش فيه قصه تقريبا اصلا في الفيلم الثاني ده، وفي وقت كتير تحس ان الفيلم كان هايف، خصوصا برضه يعني الفيلم كان كوميدي بس اللي هو ما كانش الفيلم الكوميدي الجامد قوي يعني. فالفيلم ده تحس ان هو ظبط الموضوع ده اكتر، هو تحسه خد المود الكوميدي بتاع الفيلم الثاني او المود اللايت اكتر بتاع الجزء الثاني بس هداه شويه، وفي نفس الوقت حط قصه مسليه اكتر، اللي هو ما تحسش كان في محاوله قوي للفزلكه، والقصه هنا تحس ان هي متصله ببعضها اكتر من الفيلمين اللي فاتوا. طبعا في نفس العيوب الافلام اللي فاتت ان القصه مش قد كده، يعني ده كلام ثابت. في برضه تاني طبعا القصه تحسها مزدحمه شويه بالنسبه لمده الفيلم، بس زي ما قلت لك بقى وهنا فعلا يعني هنا على الاقل الشخصيات التانيه اللي بتحرك القصه على الاقل في الاول مثيرين انتباه اكتر من الفيلمين اللي فاتوا. ما تحسش ان الشخصيات فلات، تحس الشخصيات ليها قصه، ليها باك ستوري محكيه بشكل كويس، ليها دوافع نوعا ما بيتغيروا مع اتجاه الاحداث. وهنا ظهر عيب الفيلم الرئيسي بالنسبه لي، ان الفيلم ده يمكن يكون اكتر فيلم حسيت فيه ان توم هاردي مش واخد السكرين تايم بالشكل الكافي المطلوب بالنسبه لفيلم زي ده. الفيلم ده تحسه كان فيه صراع ما بين الوقت اللي يقضيه اكتر مع ايدي وفينوم، والوقت اللي بيقضيه مع الساينتست والجوند اللي بيدوروا على فينوم وايدي والناس دي كلها، وحته تانية خاصه بالالينز ونول، وتحس ان الفيلم ما كانش عارف يعمل بالانس ده باحسن صوره، وده برده كان عيب القصه مزدحمه. وعندك كمان عيب بتظهر في نص الفيلم، هي قالت الراجل ده اللي هو رايز ايفنز، واللي انا خدت بالي بعد ما خلصت الفيلم بشويه ان هو الراجل ده اللي كان ليزرد في اميزنج سبايدر مان 1 واللي ظهر تاني في نو واي هوم. واللي عارف وقتها لما خدت بالي من المعلومه دي اتغصت شويه، قلت طب ليه ده ما ظهرش نفس الشخصيه بتاعته مثلا في اميزنج سبايدر مان وخلاص وضحوا ان
عالم فينوم ده محطوط في نفس العالم بتاع سبايدر مان واندرو جارفيلد، بس يعني انت عارف سوني دايما تقعد تجيب الحاجات الغريبه دي، الشخصيات اللي هم متشابهه دول، ويفكرك انت هتبقى محطوط فعلا معاهم، وفي الاخر تحسهم تايهين. فعارف دي غصتني بعد الفيلم، بس وانا بتفرج ما كانش باين منها، ما اقدرش اقول لك ان انا اتغصت منها قوي، بس يعني انا بتكلم في حته الزحمه بقى اللي هي النسبه دي كلها. وهي دي المشكله بالنسبه لي، ان بصوا انا ما اتضايقتش من الكاركترز عموما اللي في الفيلم ده، وبالنسبه لي فعلا احسن من الفيلم اللي فات. حتى العيله دي برغم ان حسيتهم كانوا التقليدي شويتين، وان هم من الاخر كانوا محطوطين عشان يجيبوا ناس في فان الاكت، ويبقى ده الخطر، ويبقى دول الناس اللي واقعين في خطر في اخر الفيلم خالص عشان يعلوا المخاطر اكتر وكده. بس يعني ما كنتش متضايق، هي دي الفكره، ان بالرغم من الزعل ما كنتش متضايق او ما كنتش ممانعها بمعنى صح. بس من الاخر كده يعني انا واي حد تاني بيتفرج على سلسله الفيلم دي بيتفرج عشان توم هاردي، وعشان خاطر الديناميك اللي ما بين ايدي بروك وفينوم. فلما يبقى ده اخر فيلم ليهم، وتبقى المشاهد بتاعتهم قليله بشكل ملحوظ، بالذات بالنسبه للفيلم اللي فات. يعني حاسس الفيلم الثاني كان اكتر من كده، اصلا الفيلم الثاني تقريبا كان بيدور كله على الديناميك بينهم، ان هم الاثنين مش متقبلين بعض، هم هيتقبلوا بعض في الاخر والكلام ده كله. فبالنسبه ان ده اخر فيلم، يعني يمكن يبقى الفيلم اطول من كده شويه، لان هو فيلم قصير. يعني الفيلم ده على فكره بيعمل حاجات كتير قوي في مده قصيره. الفيلم ده انت لما تشيل تتر النهايه، لان تتر النهايه طويل، الفيلم ده ساعتين الا ربع ولا ساعتين الا تلت كمان. فانت عندك فيلم نوعا ما بيختم الرحله بتاعت فينوم او رحله ايدي في اللي بدات من الفيلم الاول، وفي نفس الوقت بيبني لك شخصيه جديده هيبقى ليها مستقبل قدام، ويبني لك نول اللي هو غالبا هيبقى الفيلن الرئيسي في سبايدر مان 4. فان هم اصلا عملوا كل ده في ساعتين الا تلت ولا ساعتين الا ربع، ده مبهر جدا. بس بالنسبه لاخر جزء دي كانت حاجه ممكن تتحسن اكتر من كده، السكرين تايم بتاع فينوم وايدي. بس ستيل كل ده ما منعش من التسليه، لان زي ما انتم عارفين الفيلم ده اكتر فيلم مسلي في السلسله، في اكتر من الفيلمين اللي فاتوا بكتير. والزحمه يعني برغم برضه ان ممكن تقول ان الافلام اللي فاتت كان برضه تحس قصه كتيره شويه عن مده الفيلم، فالفيلم ده استغل الزحمه بشكل احسن بكتير من الفيلمين اللي فاتوا. حوار بقى الشخصيات اللي قلت عليها، وكمان ان القصه هنا متصله اكتر، تحس ان هم كلهم بيوصلوا نفس الهدف في الاخر، فالموضوع كله مرتبط ببعضه اكتر بكتير من الفيلمين اللي فاتوا. الحاجات بقى اللي استغربتها بالنسبه لاخر فيلم، الفيلم ده يا جماعه مش الفيلم الاخير من الاخر كده، ده مش اخر فيلم في السلسله. ولو ده اخر فيلم تبقى نهايه ايدي بروك اللي هو توم هاردي نهايه محبطه جدا. سيبك بقى منها نهايه حزينه او نهايه سعيده، لان نهايه محبطه مش كامله، تحس انها كروتت في الاخر، لو هم مقررين خلاص ان توم هاردي مش هيطلع تاني، فدي نهايه محبطه جدا. يعني ممكن ده يكون اخر جزء الفيلم ماشي، بس المفروض فعلا توم هاردي يطلع في افلام تانية خاصه بسبايدر مان او حاجه، يعني زي ما هو اصلا اوريدي طلع ان هو ما عندوش مانع انه يطلع تاني ويواجه سبايدر مان والكلام ده كله. بس لحد دلوقتي بالنسبه ان الفيلم ده الاعلان عنه كله هو الفيلم الاخير وذا لاست دانس وبتاع، لا اللي يعني الفيلم ناقص، فاهم؟ الفيلم ما تحسوش فيلم كده، تحسه ختام للقصه دي بس، ما تحسوش يعني ده مش نهايه فينوم. ما ينفعش يبقى دي نهايه الشخصيه دي خالص. عارف حتى حلو او وحش، يعني حتى لو هي وحشه بس ما تحسهاش انها اكتملت. يعني انا مش بقول لك حتى ان هي حلوه او وحشه، لا بقول لك انها ناقصه، مش دي نهايه اخر فيلم. وفي الفاينل اكت حصلت حاجه مهمه جدا ما بين ايدي وفينوم، ونوعا ما ده كان مشهد درامي معمول حلو جدا، كان مشهد ايموشنال. المشهد اوريدي كان حلو، بس تحس ان الدراما هنا كانت جايه اكتر من الموقف اكتر من رد الفعل. فيعني تحس رد الفعل كان بارد شويتين، اللي هو لا يعني انا مش مقتنع. لو تحس مشهد زي ده كان المفروض يبقى اكتر من كده، كان درامي اكتر من كده. ماشي انت بتتكلم على فيلم لايت في الاخر والكلام ده كله، بس انت اوريدي دخلت في الفاينل اكت، دخلت في مود الدراما اكتر. فالمشهد ده لا كان المفروض يبقى اقوى من كده بكتير. انتوا هتعرفوا انا بتكلم على ايه، الناس اللي شافت الفيلم هتعرفوا بتكلم على ايه من غير حرق خالص يعني. وفي مشهدين بعد تتر النهايه، طبعا دي معروفه في كل افلام مارفل. الفيلم ده فيه مشهدين، مشهد في النص ومشهد في الاخر خالص. مش قادر بصراحه اقول اهميتهم ايه بالنسبه لي، انا واحد مش متابع الكوميكس. يعني انا حاسس ان المشاهد دي بالذات اخر مشهد خالص، حاسه مشهد موجه اكتر للفانز بتوع الكوميك بوكس على الاخر. انا مش متابع انا اخر الافلام، بس المشهد اللي في النص كان حلو. الخلاصه فينوم ذا لاست دانس هو يعتبر نفس مستوى الفيلم اللي فاتوا، بس على شكل احسن شويه، مسلي اكتر، اكبر شويه. وكون هو احسن من الافلام اللي فاتوا مش حاجه كبيره يعني لو انت داخل الفيلم ده وانت ما عجبكش الفيلم اللي فاتوا، مش ده الفيلم اللي حبيبك في السلسله. انما لو انت اوريدي حبيت الفيلم اللي فاتوا على الاقل اتسليت بيهم، انا شايف الفيلم ده اضافه كويسه جدا للسلسله دي. ولو ده خلاص اخر فيلم لسلسله فينوم حتى مش اخر ظهور لتوم هاردي، فماشي برده، كانت نهايه كويسه جدا بالنسبه لمستوى السلسله يعني. وهديله 7 من 10 وبس كده. ده كله على فيلم فينوم الجزء الثالث. انتوا شفتوا فيلم لسه؟ لو شفتوه اكتبوا لكم في الكومنتات، انا ما شفتوش روحوا شوفوه واكتبوا لكم في الكومنتات ورايكم عموما ايه احسن جزء في السلسله دي لحد دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.